استاذ احمد عفيفي طلته الجميله علينا، ورمى كده كومنت او كومبلين او تسموها زي ما عايز تسموها، سموها كده. اقولها لكم بالبلدي. رمى علينا افيه بيقول لك الزمالك نسخه مصغره من العالم المليء بالظلم. عشان كسبنا ماتش في السوبر، او كسبنا ماتش السوبر الافريقي، وكسبنا ماتش في الدوري، الدنيا قامت ما قعدتش، ورجعت تاني المؤامره الكونيه، ورجعت تاني بقى الحاجات. انا بكمل لك بقى اللي هيحصل يعني. ف يا كابتن احمد، يعني يا كابتن احمد الله يكرمك يعني. بجد والله احنا تعبنا. يعني تعبنا ان انت عمال توصل للناس حاجات مش موجوده غير في خيالك، وفي خيال ناس تانية معاك في الاعلام، او في الاعلام الزملكاوي. انا مش هخص الناس كلها. بجد انتوا بتوصلوا للناس يعني طاقه سلبيه غريبه. انت قدرت تكسبني في السوبر الافريقي ولعبت كوره، وانا كنت رايح متعالي على الكوره، وانا طلعت في فيديو قلت ان الاهلي يستحق الخساره، وكان يستحق الخساره جوه الملعب مش كمان بضربات الجزاء. ورغم كده، انتوا لسه برضو عايشين في المؤامره الكونيه، وان تركي الشيخ معرفش بيعمل ايه، وان لما بنلعب معرفش في الامارات بيحصل ايه، واللي ده محمد عادل كمان كان ضدنا مش معانا، وكان لينا ضربة جزاء وحسب علينا ضربة جزاء، والضربتين الجزاء بتوع البنك الاهلي مش ضربتين جزاء. انا عدت مباراة البنك الاهلي والزمالك مرتين. يا كابتن او يا استاذ احمد، يعني الله يكرمك يعني. الموضوع مش مستاهل كل اللي انت بتقوله ده بصراحه. والله ما مستاهل. صدقني، الكرة ابسط من كده بكتير. الكرة دي منافسة، يعني حاجة جميلة احنا بنتفرج عليها نستمتع. الناس تنبسط، نحفل على بعض بهزار وبضحك وبطريقة جميلة، مش عشان خاطر نحط في نفسنا ان احنا الزمالك عالم مصغر من الظلم. ايه يا عم؟ ليه يا عم؟ انت ايه الدراما اللي انتوا فيها دي يا جدعان؟ ايه الدراما دي؟ انت ما شاء الله السنه دي طالع ببطولتين اهو، بطولتين قاريه. انت عايز ايه تاني يعني؟ هل كان في مؤامره كونيه عليك في الكونفدراليه؟ كان في مؤامره عليك كونيه مثلا في السوبر الافريقي؟ ما انا مش فاهم يعني. مفيش الكلام ده يا كابتن. والله ما في الكلام ده. انتوا اللي عايزين توصلونا او توصلوا للناس ان انتوا على طول مظلومين، وان انتوا على طول مقهورين عشان تاخدوا حق اكتر من حقكم. وعلى فكره محمد عادل ظلم البنك الاهلي، وما كانش مع البنك الاهلي ضد الزمالك زي ما الناس كلها بدات ان هي تتكلم. والكابتن حازم امام طالع قال يعني احنا لازم نشوف مين اللي سرب المكالمه ولازم نعاقبه. طب ما تعاقب محمد عادل الاول يا كابتن، انت مش في اتحاد الكوره برضو ولا ايه؟ مش المفروض نقول برضو ان الحكم اخطأ؟ ولا انت حضرتك ما لعبتش كوره قبل كده؟ يعني اعقلوا الكلام قبل ما تقولوه يا جماعه. سلام. رايكم في الكومنتات، وشير على قد ما تقدر بقى لحبايبك الزملكاويه.